ممكن، قادر على تحقيق كل شيء، تحقيق الألقاب سواء على المستوى الدولي وأيضا على مستوى الكأس. لاحظوا هذه الجماهير الكبيرة الكثيرة التي أبت إلا أن تكون في المدرجات، والكلمة لا، نستمع لهذه الأهازيج ونستمع أيضا لهذا الصوت ديال الجمهور اللي حاضر معنا في المقابلة ديال اليوم، اللي كيعطي الانطباع على أنه فعلا مقابلة غادي تكون كبيرة من الناحية الفرجوية ومن ناحية أيضا ديال البحث عن الحلول. تشوفوا هنا الصورة في المدرجات ديال الجماهير الكبيرة الكثيرة التي تتابع. حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي لقجع يتابع هذا اللقاء بصحبة السيد جدار في متابعة لمباراة نهائي كأس العرش يقودها الحكم رضوان جيدة، الحكم الذي يشرف على هذه المباراة. وتنطلق ماتي، يرفع أمامية، لا تزال للرجاء، كرة داخل منطقة الجزاء، جول أول للرجاء، يفتتحون تسجيل في الدقيقة الرابعة. يسري بوزوق يتخطى كل الحدود، يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول للرجاء. اشتعلت في المدرجات 1-0، تغيرت النتيجة. مهدي بن عبيد يستقبل أول هدف في النهائي. يسري بوزوق من كراجات من الجهة اليمنى، عملية الدخول داخل منطقة الجزاء، ويسري يضعها في الشباك. كيف جاء الهدف نتابع. هذا من فاتي لعب الكرة، استقبلت بالدفاع، لعبات بهذه الكيفية. يسري هو من استثمر، لأن بولكسوت هو من تابع داخل منطقة الجزاء. كرة في خط الوسط ضائعة، رجاء أفضل كينطلقوا في الخط الأمامي. التمريرة من نوفل زروني داخل منطقة الجزاء مستمرة للرجاء. وفي آخر تحضير كترجع عند حريمات، كيخرج كرة بخارج قدم أمامية، عملية هجومية، محاولة ديال الانسلال لفريق الجيش الملكي، ولكن كتضيع في آخر المطاف. لكن قبل ذلك هناك راية على ما يبدو من الحكم، معلنا من خلالها على تسلل العملية الهجومية أحمد حمودان والانسلال نحريبات. مهدي بن عبيد لعبت الكرة الجهة اليمنى مرة أخرى رأسية، ما تمكنش من الحفاظ على الكرة. عملية هجومية لا تزال مستمرة من الجهة اليمنى، محاولة ديال بولك تستلم الكرة ديالو، كيبحث على المساندة، كيتقدم المراوغة. التمريرة ديالو كانت ناجحة، تمريرة عرضية ولكن أرضية، فطل لها الدفاع. صابر بوغرين كرة داخل منطقة، لكن التألق ديالو كان مهم رفقة فريق الجيش الملكي. أيضا كرة في الخط الأمامي، وحاول نوفل الزروني ينزل الكرة ديالو ويا فريق الجيش الملكي على يمين الحارس أنس زنيتي. كرة تلفى داخل منطقة الجزاء، انزال متواصلة للجيش الملكي بخارج قدم رأسية داخل منطقة الجزاء، كانت تحضير نحو الامام بهذه الكيفيه. نشوفوا هنا تمريره اماميه، محاوله صوب ادم النفاتي، حول مار كيمار ادم النفاتي، مراوغه جيده، عمليه هجوميه مستمره، زاويه تلف داخل منطقه الجزاء، كره تلف، تحضير ياخذ رد ضائعه، تعود لفريق الجيش الملكي. هجمه مرتده مضاده، احمد حمد كيختار الكره الجهه اليسرى، ايمانويل كينطلق، ايمانويل من الجهه اليسرى، تمريره عرضيه مباشره صوب من الكره بشكل جيد. عبد الفتاح دراف، تمريره اماميه داخل منطقه الجزاء، فرصه جميله فريق الجيش الملكي، وتألق الحارس انس زديتي اللي صد الكره امام اللاعب احمد حمودان. لاحظنا كيفاش انه كانت كره جيده لفريق الجيش الملكي. هجمه للرجاء، عبد الفتاح دراف يرفع كره اماميه، كرة جيدة داخل منطقة الجزاء، بحث عن التصويب، كرة عند حريمات ممتازة، كرة هدف، جول. زحزوح يضع الكرة في الشباك، يعلن عن هدف التعديل. 1-1 في المباراة النهائية، 1-1 في لقاء نهائي. كرة لعبت من حريمات بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، لكن الاستثمار كان من زحزوح، يضع الكرة في الشباك. اسماعيل مقدم ينظر لما حدث، وزحزوح استثمرها ببرعة. سلو الكرة ديالهم بهذه الكيفية. هنا حريمات، هنا التمريرة، وهنا كيجي تسجيل الهدف
شفنا الاعاده في مقابله فريق المولوديه وايضا فريق اولمبيك ريبكا، وحنا شوفنا عمليه هجوميه، كره داخل منطقه الجزاء. ايمانويل تمريره، محاوله ديال اختراق الدخول داخل منطقه الجزاء، صويبه انس سنيتي في المكان. حوار مع اللاعبين ديال فريق جيش ملكي قام بقياس الامطار ضروريه. كره ثابته للرجاء الرياضي على بعد اقل من 10 دقائق. تنفذ قويه، لعبات الكره بقوه الى خارج الخط. قام بالمراوغه الماضيه، تمريره عرضيه، محاوله ممتازه، محاوله كان بامكان ان يستفيد منها فريق الرجاء الرياضي. التمرير الخاطئ، الهديه التي لا ترفض، كان بالامكان ان يكون هدف الفريق الرجاء الرياضي. ينطلق دخول داخل منطقه الجزاء، هناك سقوط. ماذا يقول الحكم؟ نوفل الزرهوني، يسري بوزوق، الاستعداد، الترقب. يسري بوزوق يترك المهمة لنوفل الزرهوني. كرة ممتازة كانت أن تكون في الشباك، لعبت بشكل مباشر من نوفل، اختارها مباشرة صوب المرمى. جماهير تتابع، كرة أمامية، محاولة ترفع هذه الكرة، محاولة للرجاء داخل منطقة، يدخل عبد الفتاح حدراف يستعد، ضربة خطأ أرضية تنفذ بهذه كيفية تصويبة داخل منطقة الجزاء. ضربة مرمى مفيد، كاد أن يقدم الإفادة المطلوبة. العامري مرر الشيل يسرى عند بوزوق عند بورين كيدخل بالكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة والحقها بهام. الجيش الملكي يريد الازدواجية لهذا الموسم 2022-2023، والرجاء فاز الموسم الحالي درع البطولة الاحترافية 2023-2024، ويريد أن يحقق هذه النتيجة المرضعة. كيختار أنه تكون عنده إمكانية ديال الضغط على المعترف ديال فريق جيش ملكي. كرة للرجاء الجهة اليمنى، محاولة ممتازة، فرصة، هدف، جول بولكسوت يسجل هدف للرجاء في هذا الوقت بالذات. هدف يأتي ليكون الثاني من جانب فريق الرجاء الرياضي. عملية هجومية الجهة اليمنى، بولكسوت لم يضيع الفرصة، استعان بخبرته، تمكن من تجاوز زهير مرور، وكان العبور وكان المرور، ويأتي الهدف بهذه الكيفية. هذا من فتي صوب يسري بوزوق، يسري تمرير الجهة اليمنى، القادم من الخلف، المهيئ نفسه للوضعية المثلى. بولكسوت يضع الكرة في الشباك، يسري حاول أنه ينسلب الكرة.